كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن خطأ حدث في مباراة بيراميدز وصن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم في بريتوريا وانتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1-1. وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: في الدقيقة الخامسة شهدت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق أحمد عاطف ليسدد إبراهيم عادل كرة ارتطمت بالدفاع وطالب فيها لاعبي الفريق المصري ركلة جزاء. مصدر بكاف يتحدث عن قرار الحكم وتابع: قد يكون قرار الحكم صحيح، ولكن الخطأ هنا عدم إعادة اللقطة من أكثر من زاوية، وبالتحديد زاوية خلف المرمى قد يكون بها شك، ولكن طالما الحكم وطاقم تحكيم الفار أقروا باستكمال اللاعب فلا حديث عن ذلك نهائياً أو انتقاد لهم نهائياً أو انتقاد لهم، ولكن الانتقاد للإخراج، لأن كان لابد من إعادة الكرة من زوايا متعددة.